الشامي يثير الجدل كالعادة، اتهامات بالغرور وقرار بالابتعاد. بعتقد اني تركت بصمة كافية وقصتي اكبر من مجرد فنان. من بعد عزلة فنية دامت على سوريا لسنوات انا شاب كسر هالشي، بدي ابتعد لفترة وجمهوري ما رح ينساني بسهولة ابدا. هي تصريحات الشامي الأخيرة واللي كانت بجريدة النهار ببودكاست مع نايلة، وخلت الجمهور ينقسم لقسمين. فقسم اعتبر انه ما اخطأ بكلامه من ناحية البصمة بالاعمال اللي قدمها بالفترة الاخيرة، من حقه انه يبعد لفترة لحتى يجدد طاقته الابداعية. بس القسم الثاني اعتبر انه صابه الغرور وبكير على فنان مسيرته الفنية عمرها 5 سنوات وعنده 5 اعمال بس انه يحكي بهي الطريقة. حتى انه باحد البوستات تمت مقارنته بناصيف زيتون، فقالوا انه الشامي عنده غرور ما شفناه عند ابن بلده ناصيف ببداياته. يعني ياما طلعوا نجوم عملوا ملايين المشاهدات والحفلات وفجأة الجمهور بطل يتقبلهم. فيا ترى هل فعلا أصيب الشامي بالغرور؟ هالسؤال اللي دائما مطروح وأوقات على شكل اتهامات، خاصة انه تصريحات اللي بيطلقها اغلبها بتعبر عن فخره بالشيء اللي عمله، بس يعني اوقات ممكن تبين انه مبالغ فيها شوي. هلا في قسم قال انه في اجتزاء من حديثه، فاللي حضر اللقاء كامل بيعرف انه الشامي قال انه بعيد تماما عن الغرور، حتى انه بيدعي الله انه ما يعرفه. وكشف خلال المقابلة برغبته بالتوقف، حتى انه قال انه طلب من شركة الانتاج بانه يعطوه استراحة قبل انتاج اغاني جديدة، وهالشي لحتى يطلع على ثقافات لحتى يخدمها باغانيه. والسبب الرئيسي بحسب حديثه وراء قرار الابتعاد انه اذا ما انعزل واختفى لفتره لحتى يشكل ويطور من هويته الابداعيه فممكن انه ينتهي، مثل اي عامل ابداعي كاتب ملحن فممكن انه ينتهوا. هلا انتم بتعتبروا تصريحات الشامي فيها شيء من الغرور؟ وشو رايكم بقرار ابتعاده؟ خبروني بالتعليقات على صفحه اوركيديا.